السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج دقيقة كورة. بعد غياب بنرجع شوية مشغولات. النهاردة هنتكلم على الأحداث الرياضية، والسعودية مولعاها نجوم كبار، والمليارات والدولارات والريالات شغالة. واحد عندي طبعا من متابعين الصفحة بيتكلموا، اسمه تقريبا نايف، بيتكلم بيقول ان احنا بنحسدهم. لا والله مش بنحسدهم. الكلام كان على بعض الحاجات هنوضحها من خلال الحلقة. طبعا عاجل الهلال توصل لاتفاق مع ياسين بونو حارس مرمى اشبيلية وحارس مرمى منتخب المغرب الدولي. تواصل لاتفاق خلاص للتعاقد معاه 3 سنوات. كمان منذ ساعات قليلة تعاقد الهلال مع نيمار. ايه نيمار؟ مش بقول لك السعوديه مولعاها؟ لا، وكمان محمد صلاح اعطى الضوء الاخضر لاتحاد جده للتفاوض مع ليفربول. يعني الراجل ما عندوش مانع يروح السعوديه. وطبعا يسبقهم بنزيما وكريستيانو وكولوبالي وحدث ولا حرج، وطبعا فيرمينيو ورياض محرز. لا هننسى، هو تقريبا اوروبا بقت السعوديه. وكمان محمد شريف رسميا في الخليج السعودي. لا، هو الخليج ده مش منطقة، احنا بنتكلم على نادي الخليج السعودي في الدوري السعودي، يحتل المركز ال15 في الدوري السعودي. في ناس هتتكلم وتقول لك محمد شريف راح ليه والكلام على ايه. الطبيب النفسي للنادي الاهلي، اول مرة تحصل في تاريخ الاهلي او في تاريخ الكرة المصرية، اوصى بان محمد شريف يخرج ويلعب. ليه؟ الراجل في كل ماتش بيلعب مع الاهلي بينزل بديل، بيلعب اساسي، دايما بيلعب تحت ضغط. يا جماعه فلانه الاهلي تقيله قوي، والله مش عشان اهلاوي بقول الكلام ده. كل المعطيات جوه النادي بره النادي، بطولات النادي، مسؤوليات، ايمج الاهلي، كل حاجه تشير الى مؤشر واحد: الاهلي كبير قوي. الاهلي كبير قوي. الاهلي حرفيا موجود في منطقه المفروض ما يبقاش فيها. حقيقي الاهلي مكانه حرفيا اوروبا، ومش ببالغ. المعطيات اللي بتقول الكلام ده، لما يكون لعيب بيتالق مع فريق مكسر الدنيا ويجي عند الاهلي يلعب الماتش ويكون مش افضل حاجه، والموضوع الفانيلا تقيله عليه، الموضوع ده يرجع لعظمه وعراقه النادي. الموضوع مش سهل انك تلعب في الاهلي، وده حقيقي. لما يجي لك ابو تريكه، وليد سليمان، عماد متعب، حدث ولا حرج، مش عايز انسى حد. اللعيبه دي لما تكون في النادي الاهلي لازم اللي يلعب في الاهلي يكون نفس الثقل، على الاقل مش هنقول نفس الثقل الفني، ولكن نفس ثقل الشخصيه. لازم يكون شخصيته تقيله، واثق من نفسه. محمد شريف بيتالق، بيجيب جولين، بيجيب 3، هوب الماتش التاني بتلاقيه برضه بيلعب تحت ضغط. فهو دايما حاسس انه تحت الاختبار في كل ماتش، دايما حاسس انه لسه ما اثبتش ذاته. ليه؟ الجماهير والاجواء اللي محسساه بكده. لان دايما جماهير الاهلي والنادي الاهلي بصفه عامه بيستنوا بينتظروا المزيد من اي لاعب بيلعب في الحته الهجوميه او في اي مركز في الملعب. طبعا هو هيلعب في الخليج، ومش هنتكلم ونقول فلوس ومش فلوس، لا مش عشان فلوس ولا اي حاجه. الراجل عايز يلعب اساسي. الراجل مش هنتكلم ونجامل ونجمل الموضوع. الراجل قال لك يلعب اساسي يا امشي العب في اي حته تانية اساسي، ومن حقه. الراجل عايز يلعب، وهو نفسيا عايز يلعب. يعني هو عارف، انت لما تكون في شغلك، حتى في شغلك انت مكسر الدنيا في كل حاجه، وفي كل مره بتكون تحت ضغط، بتحس ان انت نازل العداد صفر، كأن الهيستوري بتاعك اتمسح وانت لسه بتبتدي من جديد. هو ده محمد شريف مع النادي الاهلي، او اي لاعب في النادي الاهلي بيتبص له بالنظره دي. طيب الراجل راح الخليج، وطبعا قرار جريء ومتميز وذو شخصيه قويه ان اداره الاهلي تفكر التفكير ده، لان بكل بساطه الراجل من حقه يمضي لاي نادي فري انتقال حر في شهر واحد. فالاب سمع لابنه، قال له انت عايز ايه؟ مش عايز اكون في الاهلي الا اساسي، لو مش اساسي طلعوني.
الراجل الاداره بدات تدردش معاه، خلاص رايح فين؟ رايح الخليج، امضي خلص، والاهلي بيستفيد بيه ماديا، ودي حاجه مميزه. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه، اتناقشت انا وصديق كده، صديق سعودي، على غرار تصريح وليد الفراج الاعلامي السعودي اللي قال لك ديربي النصر والهلال اقوى ديربي واقوى من ديربي الاهلي والزمالك، واشار بده ان الاهلي والزمالك او اللقاء ده ملوش متابعين غير جوه مصر بس. وطبعا احمد دياب رد عليه، ووليد الفراج رد عليه، قال لك ده عايز ياخد الترند ويطلع ترند. لا، احنا عايزين نرد هنا بقى ونقول حضرتك الاهلي شئنا ام ابينا، الاهلي والزمالك اقوى فرقتين في الشرق الاوسط. وتعالى اقول لك كده بالاسماء وبالادله، هو مش مجرد جمله بتتقال وبتترمي ويلا نشعل الدنيا، لا، كلها بالدلائل والبراهين. حضرتك النهارده لما انا بروح العب او حضرتك بتنظم كاس السوبر مثلا، السوبر المصري عندك في السعوديه، هل الجماهير اللي في جماهير الاهلي والزمالك كل اللي موجودين دول مصريين جايين من مصر ومقيمين في السعوديه بس، ولا فيهم مواطنين سعوديين بيشجعوا اهلي وزمالك؟ السؤال ده الاستاذ الاعلامي وليد الفراج يرد عليه، وكل الناس اللي مقتنعه ان الدوري السعودي اقوى من المصري. هل ده احنا يعني هل الاهلي والزمالك دول هم مصريين بس اللي بيتابعوهم؟ لا، في سعوديين بيتابعوهم، وفي اماراتيين بيتابعوهم، وفي قطريين بيتابعوهم. على مستوى الوطن العربي الاهلي والزمالك ليهم ثقلهم. يا استاذي، الزمالك اللي في اسوأ احواله لما لعب البطوله العربيه، النصر اللي هو بطل البطوله العربيه اللي بيضم كريستيانو وساديو ماني وتاليسكا ولاعيبه كتير، طبعا مش عايزين ننسى حد عشان اخواننا السعوديين ما يزعلوش، اللعيبه دي تعادلوا مع الزمالك بالعافيه. تعال اقول لك قوه الدوري المصري وقوه الاهلي والزمالك بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في ان لعيبه الاهلي والزمالك او لعيبه مصر بصفه عامه عاليين تكتيكيا. يعني ايه عاليين تكتيكيا؟ يعني ممكن مدرب يجي يقول له اعمل 1 2 3، ممكن ينفذ من ال 100% من التعليمات 100%، لا ينفذ 90 95%. تعال في لعيبه السعوديه او اللعيبه الاجانب اللي بيجوا السعوديه او اللعيبه السعوديين ما عندهمش الالتزام التكتيكي ده. بدليل ان الزمالك في عز ما هو واقع قدر يتقدم 1-0، وطبعا لولا بقى ان كريستيانو واللمسه والكلام الجميل ده قدروا يتعادلوا. وفي مواقف كتيره جدا، تعال اتفرج على الاهلي قدام الهلال في كاس العالم للانديه 4-0، لعيبه الهلال تقيله قوي، ماريجا وسالم الدوسري الخ، ولكن الاهلي قدر يلاعبهم. الاهلي كان كانه في حصه تدريبيه 4-0، لا وكان ممكن المزيد. طيب تعالى نتكلم كمان على الاهلي والزمالك او الفرق المصريه، هل عندهم القدره الماليه بتاعت السعوديه ولا لا؟ عندك الاهلي ممكن او الزمالك ممكن يجيب لعيب درجه ثانيه يدفع فيه مثلا 200,000 300,000 مليون ايا كان، بيبقى مبلغ قليل جدا ويعمل منه نجم. عينينا حلوه قوي على المواهب المصريه، فالمواهب المصريه لا معديه السعوديه بكتير قوي. هو الفرق بس ان السعوديه كأن السعوديه عامله زي التاجر فتح محل فعايز يوضبه ويظهر فيه افضل خدمه وافضل كل حاجه، بيصرف عشان يبتدي يظهر، عشان يبتدي ينافس اللي حواليه. هو ده الدوري السعودي. الدوري السعودي عنده القدره الماليه انه يشتري نيمار وكريستيانو وماني ومحترفين كتير على غير العاده. الدوري المصري ما عندوش الكلام ده. الدوري المصري او منتخب مصر يوم ما تألق مثلا في كاس القارات كان بلعيبه اكتريتهم محليين، بمعنى ان انا كان عندي كام محترف في وقت من الاوقات، كان زيدان واحمد حسن، الباقي محليين دوري مصري. دايما الدوري المصري بيبرز لعيبه قد لعيبه الدوري السعودي 100 مره. دي الحقيقه. اي نعم معاك فلوس تعمل كل حاجه،
بالنسبه للتصوير، بالنسبه للملاعب، بالنسبه للتسويق، فانت شاطر في ده عشان عندك القدره الماليه. عندنا للاسف ممكن نعمل اكتر من بطوله، بس للاسف ما نعرفش ننظمها، ودي عيب من الاداره. ولكن اداره اتحاد الكره طبعا، ولكن كمواهب لا، اهلي وزمالك ودوري مصري احنا اقوى. الاهلي دايما رافع، والاهلي بالاخص رافع راس مصر والفرق المصريه على مستوى العالم. لما تيجي تلعب في اليابان وتلاقي اليابانيين بيشجعوا الاهلي، لما تيجي تلعب في المغرب وتلاقي مغاربه بيشجعوا الاهلي، لما تروح تلعب في الامارات وتلاقي اماراتيين بيشجعوا الاهلي، وهكذا حدث ولا حرج. ليه؟ شفت السعوديه قبل كده في حد فرق سعوديه في حد بيشجعها؟ رحت كاس العالم حضرتك وحد كان بيشجعك برغم من النجوم والمليارات اللي حضرتك بتدفعها؟ حبك للسعوديه شيء والواقع شيء اخر. الاهلي او مصر هي رقم واحد، وبتتمثل الكره المصريه في اهلي وزمالك، اللي وليد الفراج بيقول لك ان الديربي المصري مش احسن ديربي، وبيشجعوه بيتابعوه بس الايه؟ الدوري المصري او جماهير الدوري المصري، وده عيار جدا من الصحه، مش صح. طبعا بكده تكون انتهت حلقتنا. اتمنى الحلقه تنال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.